ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ النهارده جايلكم بوصفه جباره. هتعملي لنا ايه النهارده يا شيخ منى؟ النهارده اولادي طلبوا يتغدوا بره. يتغدوا بره فين؟ انتوا عارفين الدنيا مش مستحمله. قالوا لي يا ماما لازم نتغدى بره النهارده وغدوه معينه يا حبايبي. قلت لهم سالت على الغدوه في المطعم لقيتها ب1000 جنيه. قلت لهم 1000 جنيه؟ انا هعملها في البيت ومش هكلف 250 جنيه. قالوا لي معقول يا ماما؟ قلت لهم هنشوف. طب ايه هي الغدوه يا شيخ منى؟ خليكم معايا ونشوف الخطوات مع بعض. انا جبت هنا يا حبايبي الكبه وضفت عليها وحدتين من الطماطم مقطعاهم مكعبات وفصين من الثوم والبصل بالشكل ده. الشكل والجمال ده يا حبايبي. هفرمهم في الكبه يا حبايبي وارجع لكم تاني. انا فرمته في الكبه بالشكل ده يا حبايبي. هبتدي اضيف البهارات. انا عندي بابريكا، عندي كزبره، عندي فلفل اسود، عندي زعتر، عندي الخلطه السريه اللي عملناها مع بعض قبل كده. طاسه سخنه يا حبايبي. انا ضفت معلقه زيت ومعلقه سمنه وعندي طبق من الكبد والقوانص هشوحه بالشكل والجمال ده. هتعملي لنا ايه يا شيخ منى؟ ما تستعجلوش. وعندي هنا شوحته بالشكل والجمال ده. انا عندي هنا كوبايه من شوربه لسان العصفور، طبعا كلكم عارفينها، حلوه قوي. هبتدي اقلبها بالشكل والجمال ده يا حبايبي. تعملي لنا ايه يا شيخ منى؟ هعمل لكم النهارده اكل خطير جبار يا جماعه. هتوفروا عن نفسكم كتير قوي. بالشكل واللون ده يا حبايبي. انا ضفت معلقه من الكزبره الناشفه، ورق لوري معايا بالشكل والجمال ده. شايفين الجمال ده؟ اللون بالظبط اللي انا عايزاه بالظبط يا جماعه. هضيف هنا كوبايه من الميه وهضيف مكعب مرقه بالشكل ده. مش بياخد سوا نهائي. واكيد يا حبايبي عرفتوا انا هعمل ايه. لا مش هعمل فراخ مشوي والله، انا هعمل ديك الرومي الكداب. ديك الرومي الكداب ديك الرومي الكداب طبعا هعمله بطريقه حلوه قوي قوي. خليكم معايا ونتابع الخطوات خطوه بخطوه مع بعض. جبت بوله فاضيه يا حبايبي وجبت هنا معلقه من الصلصه ومعلقه من الزيت وعصره من الليمون بالشكل ده. والخلطه الجباره اللي انا عملتها في الكبه بالشكل والجمال ده يا حبايبي. مش هضيفها كلها، هخلي جزء منها، هقول لكم ليه دلوقتي. الشكل والجمال ده. هبتدي ادمج كل الخليط ده مع بعضه. الشكل والجمال ده يا حبايبي. شايفين الجمال واللون؟ هجيب الديك الرومي اللي معايا او الفرخه الشكل ده، هغلفها كلها. ده يا حبايبي انا غلفتها كويس جدا بالخلطه اللي انا عملتها بالشكل والجمال ده. شايفين الجمال؟ اللهم بارك. ونكمل بقى خطواتنا. وانا جبت لسان العصفور بالشكل ده يا حبايبي. هجيب باقي الخلطه بالشكل ده يا حبايبي. هدمج الخليط كله مع بعض. يا سيدي على الريحه تجنن. جبت الديك يا حبايبي، ديك الرومي بتاعنا. هبتدي احشم الخلطه بتاعتنا بالشكل والجمال ده. انا حشيته يا حبايبي بالشكل والجمال ده. هبتدي اكتفه بالشكل ده. انا جبت كيس الحراري هنا يا حبايبي. حطيت الديك الرومي معانا بالشكل والجمال ده. هدخله الفرن وارجع لكم تاني. جنب الاكل الجبار بتاعنا هعمل اجمل واحلى صينيه بطاطس. بجد صينيه البطاطس اللي بعملها روعه يا جماعه. خليكم معايا. انا جبت صينيه يا حبايبي، حطيت فيها شويه زيت وحطيت فيها مكعبات البصل والطماطم والفلفل والثوم وحطيت عليها البهارات كمون كزبره فلفل اسود بالشكل والجمال ده، والملح طبعا اساسي. هضيف البطاطس بالشكل والجمال ده يا حبايبي. حطها على النار ونشوف هنعمل ايه مع بعض. يا حبايبي حطيتها على النار بالشكل والجمال ده. هسيبها كده تاخد وتدي مع نفسها بدون شوربه بدون عصير طماطم لسه. انا بحب اخليها كده شويه. دي التركه المهمه جدا اللي حبيت اقولها لكم. انا بحب اخليها 10 دقايق كده على البوتاجاز تاخد وتدي كده والريحه بتاعتها تطلع. وبعد كده اضيف عصير الطماطم. عصير الطماطم بالشكل ده يا حبايبي. وضفت عليه ربع معلقه من بهارات اللحمه وورق اللوري وربع معلقه من السكر بالشكل والجمال ده. هخليها بالظبط تغلي ربع ساعه وبعد كده ادخلها الفرن يا حبايبي.
بقت بالشكل والجمال ده يا حبايبي. هدخلها الفرن ونشوف هنعمل ايه مع بعض. وفي حله يا حبايبي هجيب معلقه زيت ومعلقه سمنه، وهجيب شويه من الشعريه بالشكل ده. هعمل رز بشعريه سكر بالشكل والجمال ده يا حبايبي. ده اللون بالظبط اللي انا عايزاه في الشعريه بالشكل والجمال ده. اللهم بارك. هجيب كوبايتين من الرز واضيفهم على طول كده بالشكل والجمال ده يا حبايبي. انا ضفت شويه كزبره وورق لوري وشويه فلفل اسود بالشكل والجمال ده. انا ضفت الشوربه بالشكل والجمال ده يا حبايبي وظبطت الملح. بقيت بالشكل والجمال ده الرز. اللهم بارك. هسيبه يستوي على نار هاديه جدا. طلعت معايا الديك الرومي الكداب بالشكل ده. هبتدي اقص الورق الحراري عشان سخن جدا، سخن جدا جدا. طلعته من الكيس الحراري بالشكل والجمال ده. هدخله الفرن بس ياخد تحميصه كده ونرجع تاني. جنب الاكل الجبار بتاعنا يا حبايبي لازم من طبق ملوخيه خضراء، لازم يا حبايبي. انا هنا ضفت الشوربه وهضيف عليها معلقه من الثوم بالشكل والجمال ده، وهضيف يا حبايبي معلقه من الكزبره الناشفه بالشكل والجمال ده. هسيبها تغلي شويه كده. ضفت الملوخيه يا حبايبي في الشوربه بالشكل والجمال ده بالشكل ده والجمال ده الملوخيه. انا دلوقتي هنا ضفت معلقه سمنه ومعلقتين توم بالشكل والجمال ده. انا ضفت هنا يا حبايبي شويه من الكزبره الناشفه بالشكل والجمال ده. هبتدي يا حبايبي اضيف الطشه بالشكل والجمال ده. ايه الجمال ده؟ شايفين يا حبايبي؟ وده الشكل النهائي يا حبايبنا للديك الرومي الكداب معانا النهارده. قولوا لي ايه رايكم في الملوخيه؟ تجنن يا جماعه، روعه بجد. وصينيه البطاطس حكايه بجد بجد حكايه. والديك الرومي الكداب معانا ايه رايكم؟ بسم الله ما شاء الله. دايب دايب جدا، انا مش عايزه اتكلم. دايب جدا وجوسي، طعمه خطير يا جماعه، ولا اجمل ولا احلى من كده. هشوفكم في وصفات اجمل واحلى. باي باي.